السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مهندس محمد سعد من قناة معلومة هندسية الأهمية. هقول لك يا باشمهندس ازاي تتوقع عدد الطوب لأي مساحة معينة أو لأي دور إن كان، ولكن للأدوار المتكررة لأننا واخدين ارتفاع الدور تقريبا 3 متر. لو أنا يا باشمهندس عندي حوائط الدور اللي أنا هشتغل فيه، هنشتغل الدور كله على حوائط نص طوبة، نجيب مساحة الدور ونضرب في 115. ده هيديني قيمة تقريبية لعدد الطوب المطلوب للدور ده. طب لو انا هشتغل الحوائط الدور ده كله على طوبة، اي حوائط بعرض 25 سم او 24 سم على حسب الطوبة اللي انت هتشتغل بيها، هناخد مساحة الدور نضربها في 215. طب لو انا هشتغل الحوائط الخارجي على طوبة والداخلي على نص طوبة، ودي الطريقة الأكثر شيوعا، هنضرب مسطح الدور في 170 أو 168، هيديني عدد الطوب المتوقع للدور ده. تاني حاجة عايز أتكلم معاك فيها إزاي برضو بطريقة تقريبية نحسب مساحة بياض أو حصر بياض لفراغ معين وإن كان. وأسهل طريقة في الحالة دي هجيب مساحة سقف الفراغ ده واضربه في نفسه 3 مرات زائد نفسه. يعني مثلا لو عندي أوضة 3 في 3 هتلاقي مسطح السقف بتاعها 9 متر، هناخد 9 نضربها في 3 مرات زائد 9 تاني. يبقى ملخص القانون بيقول لك ايه؟ مساحة الفراغ في نفسه ومساحة السقف في نفسه 3 مرات زائد نفسه هتديني حصر الحوائط دي بياض أو محارة، مع مراعاة إننا نطلع في الآخر الفتحات اللي عندي والفراغات من الفراغ ده. لو جينا كده على القانون نراجع تاني مع بعض كتابة كده، هنقول ان في حالة ان انا اشتغلت حوائط نص طوبة هناخد مسطح الدور نضربه في 115، هيدينا عدد الطوب يزيد 500 يقل 500، مفيش اكتر من كده ان شاء المولى. طب تاني حاجة، لو في حالة الحوائط كلها على طوبة هناخد مسطح الدور نضربه في 216 215 220 212 210. الكلام ده كله هيجيب معاك مساحة عدد الطوب المطلوب للدور ده. طب الحالة الثالثة الحوائط ان انا ببني حوائط خارجة على طوبة، اي حوائط بعرض 25 سم او 24 سم، والحوائط الداخلية على نص طوبة اللي هي بعرض 12 سنتيمتر، هناخد برضو مسطح الدور نضربه في 170 168 162. القيم دي قيم تقريبية، بتلاقي في الاخر الدور يزيد معاك 500 يقل 500 طوبة، وبجيب منها عدد الطوب المطلوب للدور. تاني طريقة زي ما قلنا، هجيب مساحة اي فراغ، مساحة البياض، هناخد مسطح السقف بتاع الفراغ ده نضربه في نفسه 3 مرات زائد نفسه تاني يديني برضو قيمة تقريبية، مع مراعاة ان انا نطلع الفراغات بتاعتي من الحصر. دي كانت نهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناة عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.